انا بقول مشاعر الخوف، ما بقولش خوفه. في فرق بين مشاعر الخوف وخوفه. مشاعر الخوف هو اسلوب طبيعي للتسويق، لكن تخوفه ده اسلوب غير طبيعي وغير لائق في التسويق. يعني حضرتك ما تعملوش شبح الخوف وتقول له ان ابنك هيتدمر، وان ابنك، بعض الناس اللي بتستخدم اساليب التسويق للاسف اللي بتعتمد على الاقتصاد السلوكي وعلم النفس، بيبدا يخوف ولي الامر، يخوف ولي الامر لحد ما ولي الامر بيجي له كوابيس. يعني هو خلاص فاهم ان ابني على شفا حفرة من النار وخلاص مستقبله كله هيضيع. فانت بتزرع هنا اصلا في ولي الامر خوف. مش ده المطلوب انك تعمله، ولا مطلوب انك تستفيد بمهارتك العلمية في التسويق وعلم النفس في انك تخوف العملاء. لا، هنا بتكلم على الخوف الطبيعي. انت اصلا مجرد ما هتقول لولي الامر ابنك هو هيخاف اصلا. ابنك لازم هيخاف. ابنك لازم جرب كده اتصل بولي امر في التليفون عشان تسوق له حاجه، وقول انا بكلمك بخصوص ابنك. اول حاجه هيقولها لك طيب خير في ايه؟ بص النقطه على طول فيها خوف. فكن حذر في موضوع الفرق ما بين مشاعر الخوف والتخويف. هنا بتكلم على مشاعر الخوف. يعني لما اجي اكلمه على ابنه هقول له والله حفظ ابنك للقرآن هيمنعه من مشاكل كتيرة جدا زي كذا وكذا وكذا وكذا. بتكلم عن حاجة واقعية، بتكلم عن حاجة منطقية، حاجة أثرها النفسي في تخويف الأب أثر طبيعي وعادي وصحي. ولكن ما تركزش على التخويف وتفخيم المشاكل، عشان دوت أسلوب غير لائق في التسويق.